السلام عليكم. كل مرة أسوي بشاميل الشيء اللي يزعجني الشغل والبروسس الطويل، حط ذي شيل ذي اطبخ ذي بروحه سوي ذي بروحه. اليوم بسوي بشاميل في جدر واحد، اللي عندي بصل طماط ثوم كزبرة ولحم مفروم وطبعا مكرونة مطبوخة. بحط البصل مقطع صغار وبطبخه لما يصير ذهبي. انا استوى عندي هاي اللون اللي ابيه. انزين بحط معاه كميه من الثوم، اذا تحبون الثوم وايد حطوا وايد. انزين وبطبخه شويه لما تطلع ريحته. الحين انا بحط اللحم مفروم، انا مستخدمه مثلج، تقدرون تستخدمون اي شيء تبون. بحطه وببدي اقلي شويه لين ما يتغير لونه. تقدرون تستخدمون المثلج، تقدرون تستخدمون الفريش اللي يريحكم. زين، نقطة وايد مهمة أعلمكم إياها، كل ما حركتوا أزيد كل ما إن وقت الطبخ زاد. يعني إذا خليتيه يطبخ كذي بروحه بينطبخ وقت أسرع، إذا بديتي تحركين يمين يسار يمين يسار كل دقيقة بياخذ وقت أزيد. أنا مني عندي تقريبا جهز في أقل من 5 دقايق، أنتي بعد إذا ما حركتي بيجهز عندك في 5 دقايق. بحط طماط مقصص صغار عشان ينطبخ لي أسرع، مو عشان شيء ثاني. وببدي احك اللي صار لي تحت في الجدر لان الطعم كله فيه. وبخليه يطبخ كذي 3 دقايق. زين انا بحط البهارات اللي انا احبها، انتم تقدرون تحطون اللي تحبونه. اللي انصح فيه فلفل اسود، كمون وملح، هاي بيطلع حلو، بس انا احب احط الابزار البحريني. بنحركه الحين شويه عشان ينطبخ مع البهارات. وبحط الكزبره، طبعا هاي الكزبره اختياري 100%. زين الحين بحط ملح بس ما بزيد لان الموضوع فيه جبن فما بزيد فيه. زين وبحط صلصة الطماط كمية عود لأنه أنا باللون. صلصة الطماط هني في خمام، ترى أنا قاعدة أقط في الخمام مو قاعدة أقط على الأرض، يعني لا حد يطالعني يقول لي أوه قطت على الأرض، لا أنا حاطة خمام يمي كرمكم الله يعني. زين أنا مني بأطبخ شوية الصلصة عشان يروح الطعم مال القوطي اللي فيه. انزين فبطبخه شويه وعقب بالضبط دقيقه الحين برويكم ايش بسوي. ما بحط الماي اللي انا متعوده عليه، طبعا في هذه الاثناء انا قبل لا ابدي اسوي دي اوريدي طبخت الباستا، طبخت هاي الحجم اوكي. فبقى عندي من ماي الباستا حطيته خشيته عشان الحين بحطه مع اللحم. وما بحط كمية عودة، أنا أبي النشا اللي فيه عشان يطلع لي الصوص ثك وبسرعة. في الوقت الطبيعي أنا عادة بياخذ لي 10 دقايق 15 دقيقة عشان يستوي لي الصوص، مع ذي بيحتاج وقت أقل. صبروا شوفوا بحط لكم إياه الحين تعرفون. كان طبخ عندي الصلصة ولين ينطبخ الصلصة ترى بيطلع الريحة، بتشوفون إن ريحته طلعت. لين ريحته طلعت مني نبدي نحط الماي. هو الماي عندي ماي الباستا اوكي. ماي الباستا ليش مهم وليش بيسرع لي الطبخه بيسوي ثك؟ لانه في نشا، في من الطحين مال الباستا، مو نشا، في من الطحين مال الباستا، غلطانه تصحيح لغوي. تمام. وبخليه يطبخ تقريبا كذي 5 دقايق وبرجع له. اوكي الحين بسوي البشاميل. البشاميل عباره عن قفشتين زبده مع قفشتين طحين. مني بنتظر الطحين بنتظر الزبده شوي تذوب وبحط وراها الطحين
وببدي احركه. شوفوا معاي ذابت عندي الزبده، بقى شويه ما ادري صودا الفرن طقوعين شكله جميله، كله من جميله. المهم بنتظر الزبده لما تذوب كامل، وتقريبا ذابت يعني اقدر احط ذابت. وبدي احط قفشتين، لانه انا حطيت قفشتين فبحط قفشتين. سهل البشاميل ما يحتاج تعقيدات يعني، لا يعقدونكم فيه. فانا بسوي الرو، اسمها رو هذي الخلطه زين. وبطبخ الطحين شويه لما تكه يتغير لونه، ما بيتغير لونه وايد. اوكي. وببرز طبعا يمي حليب بدرجه حراره الغرفه مو بارد. المهم اكو سويناه وتقريبا استوى، ننتظر بس الطحين يتغير لونه شويه، كلش شويه. ردي سكي. اكو هو استوى عندي، شوفوا. الحين بحط معاه الحليب شوي عشان ما يتكتل عندي. ببدي احركه، ما بياخذ الموضوع ازيد من 3-4 دقايق. كل ما حركته وكل ما ذاب الطحين والزبده في الحليب كل ما صار لي ثقيل. انا مني اضطريت انقل على الفرن العود، لان الفرن ذاك ما ادري صودا. بس شوفوا هو يتكتل مني. برد احط شوي الحليب. انا قاعده اعلمكم اسهل طريقه، بس اللي تحس روحها متمكنه تقدر تواصل تحطه كامل. اوكي. انا مني صار عندي ثك، بخليه يطبخ شويه وبشوف ايش كثر صار ثقيل. اذا صار وايد ثقيل اقدر ازيد عليه شويه حليب. وهو بيحتاج تقريبا حق القفشتين اللي حطيتهم 500 ملي حليب ل 600 ملي. انا حطيت تقريبا 400، الحين بزيد ال 200 وبس بيجهز عندي. اول ما يجهز عندي بحط فيه الملح والفلفل. بس انا الحين بقدم بحطه عشان تشوفونه. جميلة، عجبتها الطبخة ترى يا جماعة. حطينا الملح. مو عجبتها ساكتة، ما ادري ايش فيها. عجبتك والله مو عجبتك؟ جميلة وايد مستانسة. زين اكو عندي صار ثك. هو في معلومة بقولها عن البشاميل، هم يحطون الفلفل الابيض عشان اللون، مو عشان الطعم، عشان اللون بس. اكو صار عندي ثقيل، خل بوريكم بالقفشه شلون صار عندي ثقيل. اعطيني قفشه. صار عندي ثقيل، بيصير اثقل بعد. اكو موجود يعني. وبس بحطه بعدين على المكرونه. تمام. اكو صار الثكنس مال البشاميل نفس ما تشوفون شلون ثقيل. يلا على اخر شيء الحين ناخذ المكرونه نحطها في بست، لان سويتها من ساعه. زين بحطها كامل. ببدي اخلطها مع اللحم. وجميلة مو راضية تعطيني شو اسمه عشان اقدر ايودها. اوكي تحركت جميلة. زين عقب ما نخلطه عدل. صبروا برويكم اياه شلون ينخلط عدل، كنا مكرونة عادي يعني. زين بس ما نبي نخلي فيها لون ابيض كذي. اوكي تمام. صبروا برويكم اياه بعد. جميلة مبراضية تعطيني. ايوه كي عطتني. هي زين شو شكله. تمام. الحين ايش بسوي؟ بحط البشاميل. شوفوا قلت لكم صار ثك. زين بنزله كامل
ووزعه. انا ما ادري، انا بالنسبه لي انا كميه البشاميل اللي سويتها مناسبه جدا، لان عيالي يحبون البشاميل ازيد من اللحم وازيد من كل شيء. فانا الحين بحط البشاميل اكو توزع عدل. شوفوا شلون توزع تمام. الحين جميله بتراويكم شلون بنحط الجبن. اوكي، والحين بحط كميه هائله من الجبن. عيالي لان انا يحبون الجبن فنحط لهم تقريبا، انا حاطه 4 كيلو جبن وحطيناه. والحين داخل الفرن نوزعه شوي داخل الفرن لمدة تقريبا 10 دقايق بس عشان يتحمر من فوق لانه هو مطبوخ. هو برز. شوفي جميلة. صوري راويهم. برز عندي. صبري خليه اقص من هني. يا سلام، سحبة الجبن. بشاميل في 25 دقيقة، وألذ من كذي وأسهل من كذي ما في. جربوا قولوا لي رأيكم. جميلة مصرة تصورني وانا جاربة، عبالها اخاف على الدايت مالي باكل واحدة.